بنتكلم عن 3 تيجان من الفضة لقيناهم على رؤوس هياكل عظمية لإحدى الملوك. فلو ركزنا في ال3 تيجان دول هنلاقي إن في الفن المتمثل في التيجان رموز بتجمع بين رموز الديانة المصرية القديمة وبين الفن البيزنطي المتمثل في الفترة دي. فبنلاقي من رموز الديانة المصرية القديمة المتمثلة في أحد التيجان بتظهر في نبات زهرة اللوتس اللي كان بيستخدمه المصري القديم في أعمدة المعابد. فبنلاقي في نهاية العمود في المعبد اتخذ شكل زهرة اللوتس فبيدي شكل جميل. أما عن تاني رمز في أحد التيجان المتمثل من رموز الديانة المصرية القديمة فبنلاقيه متمثل في عين الصقر حورس، وزي ما احنا عارفين حورس كان معبود عند المصري القديم زمان. أما عن الفن البيزنطي فبنلاقيه متمثل في التطعيم بالأحجار الموجودة في التيجان زي ما احنا شايفين. بالتالي الفنان الموجود في الفترة دي هو كان عنده براعة وبعد نظر في ان هو يجمع ما بين الديانة المصرية